فيديو جديد النهاردة وكله أفكار جميلة جدا ورائعة. تعالوا مع بعض نشوف أول فكرة. ده زي ما احنا شايفين ده توب. هنا قلعته الحمالات بتاعته وده عقد شبكتهم مع بعض وغيرت في شكله. هنا حطت الوردة دي بتتباع جاهزة وغيرت في الشكل. زي ما احنا شايفين ده بنطلون كولون. أيوة، هنشوف مع بعض هتعملوا ايه دلوقتي. شايفين مسكته من الحجر وقصته وعملت فتحة، عملت رقبة من حجر الكولون، ولبست الكم والكم التاني واستخدمته كبلوزة، ولبست التوب اللي احنا شايفينه تحتيها، واستخدمت البنطلون الكولون بلوزة، وحطت الوردة دي في النص. وممكن تستخدم تلبس عليه الجاكيت. هنا ده فستان بحمالات ودي بلوزة. هنا كشكشتها علشان تقصرها وتعملها زي البلورو. شايفين كشكشتها وفتحت الكشكشة من النص، اداها شكل الوردة اللي احنا شايفينه. هنا بتقلع البلوزة وبتلبسها بطريقة تانية. شايفين كشكشتها برضو من النص وحطت فيها الدبوس اللي احنا شايفينه، ولبستها بالعكس. يعني جابت اللي ورا قدام والقدام ورا. شايفين هنا برضو قلبتها ازاي، وكشكشت الجنبين بتوع البلوزة على قدام بلمسة بسيطة جدا، ادت شكل رائع للبلوزة. واستخدمتها ك حاجة سوري. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. شايفين هنا دي قطعة قماش مقفولة. شايفين برضو قلبتها ازاي واستخدمتها بلوزة سواري. هنا بتغير في شكلها، يعني بتلبسها بكذا طريقة او شكل. شايفين بلمسة بسيطة برضو حطت الدبوس. هنا برضو بتغير في شكلها وكشكشتها من النص. لمسات بسيطة جدا وبتفرق في الشكل وبتغير في الشكل تماما. ده ايه شرب. ده 65 في 65 مقاسه. هنا جابت الحرفين وشبكتهم بالبروش اللي احنا شايفينه، وبعدين قلبتهم وجابت الحرف دخلته جوه دراعها وقلبته ازاي. يعني قلبته وشقلبت، بقت الاشارب بقى بلوزة رائعة. هو نفس الاشارب اللي استخدمته في الاول. هنا بتستخدمه بطريقة تانية. هنا برضو بتعمل بلوزة، جابت الحرفين مع بعض وشبكتهم بأستك الفلوس. شايفين وفتحت الكشكشة، وفي النص حطت البروش اللي احنا شايفينه واداها شكل الوردة ده. دي قطعة قماش 160 في 230. ده مقاس القماش اللي بتستخدمه. هنا عملته على ظهره وبعدين ربطته من الجنب وجابت النص التاني. شايفين يعني جابت وش كده القماش وحطته على كتفها وربطته وبعد كده شبكته بالدبوس وعملت فستان سواري رائع. دي قطعة قماش لفتها على صدرها وبعدين جابت الحرفين على قدام وخدتهم على رقبتها من ورا وربطتهم وكشكشت الزيادة وحطت الوردة برضو اللي احنا شايفينها دي بتتباع جاهزة. وعملت فستان سوري من قطعة القماش بكل بساطة وكل سهولة بدون قص وبدون خياطة. ده فستان. لا ده مش فستان، دي قطعة قماش وعملتها فستان. تعالوا مع بعض نشوف. هنا طبقتها وتنيتها مع بعض وبعدين ربطت الحرفين ربطة عادية جدا. شايفين عملت هنا الكمين ازاي.
وهنا من الجنب كشكشت الكم، وعملت هنا نص كم، والناحية التانية والزيادة فتحتها وعملتها قط، ولمت الزيادة كلها على قدام علشان تجسم الفستان، وشبكته بالدبوس اللي احنا شايفينه. وهنا بتضيق الفتحة بتاعت الفستان، وهنا تستخدم عليها لونين الشنطة، الأبيض والبلو. شايفين دي قطعة قماش برضو اللون الموف حلو قوي. شايفين حاططها على كتفها بكل بساطة، وبعدين كشكشت الحرف وحطت الدبوس، والناحية التانية نفس الحكاية. وبعدين خدت الجزئين بتوع حرفين القماش وشبكتهم مع بعض بالبروش اللي احنا شايفينه، وجابت الزيادة كلها بتاعة القماش على قدام، وعملت قصة شكلها رائع في النص. عملت قصة ورا وقدام بكل بساطة وبكل سهولة، بدون قص وبدون خياطة. دي بلوزة طويلة، وبعدين جابتها وخدت الحرف بتاعها على جنب وشبكته بالدبوس، ودخلت الجزء التاني جوه. شايفين عملت شكل للبلوزة وغيرت في شكل البلوزة تماما. هنا برضو بتحط الإشارب ده، وبكده تبقى غيرت برضو شكل البلوزة. هي نفس البلوزة وبتستخدمها في شكل تاني مختلف. شايفين لبستها بالعكس ولمت الزيادة كلها. شايفين عملت هنا الياقة، قصة في الياقة شكلها شيك ازاي، وقصرت البلوزة. الحكاية دي تنفع للمحجبين. شايفين وتلبسها على جيب. ده بليزر هي لابساه، وده إشارب. دخلت الإشارب جوه العراوي بتاعت الزراير وغيرت شكله. هنا دخلتها جوه الناحية التانية، وهنا بتكشكشها وعملت شكل الوردة ده، وغيرت شكل البليزر. دي قطعة قماش 140 في 250، قطعة قماش مقلمة. شايفين تانيتها نصين، وجابت حرف قصير على قدام والحرف التاني الطويل كله على ورا، وجابت الزيادة دخلتها جوه بعضها وشبكتهم مع بعض، يعني عملت قصة شكلها حلو برضو للفستان. ده فستان قصير، وده إشارب نفس لون الفستان، او الاشارب لونه غامق شوية. هنا حطت الوردة في النص، وبعدين حطتها على صدرها، وبعد كده دخلت الزيادة ضفرتها مع بعضها، وعملت شكل حلو للفستان وغيرت في شكله بلمسة بسيطة جدا. ده فستان وده اسكارف. هتلبس عليه الاسكارف تانيته نصين وكشكشته ومسكته بالاستيك الفلوس برضو، وخدت الحرف الطويل قدام والحرف القصير من ورا وربطتهم مع بعض، وفتحت الكشكشة اللي هي عملتها، ادها الشكل اللي احنا شايفينه ده. ولمسة بسيطة برضو بالاسكارف ادت شكل شيك للفستان. دي قطعة قماش، ده قماش الديسكو. هنا جابت كل الزيادة، شايفين الطول ده كله جابته ورفعته على فوق وكشكشته ازاي، وربطتهم مع بعض ربطة عادية جدا. وهنا حطت البروش ده برضو او الدبوس.
وعملت فستان سواريه بكل بساطة وبكل سهولة في ثانية. دي قطعة قماش هنا، هي استخدمت اللون ده قبل كده، جابت الحرفين مع بعض وشبكتهم بالبروش، والحرفين التانيين وشبكتهم برضو ببروش تاني، وجابت الزيادة كلها على قدام، وجابت الحزام اللي احنا شايفينه، وعملت فستان سواريه بكل بساطة وبكل سهولة. وفي النهاية بقى